يوم عرس لنصر إخوتنا الفلسطينيين، كما ندعم في قضية فلسطين الأبية، ونحن نقول لهم نحن معكم ظالم أو مظلوم، فهذا هو شعارنا في الجزائر العاصمة. رغم الأجواء الباردة لكن هناك توافد جماهيري، توافد كبير جماهيري، ونحن ننتظر كما نقولوا احنا في البر الغشي كبير كنستناو فين باه يدخلوا. كما نقولوا تعرف الامطار والرياح والحاد، المواطنين راهي بكثره الداخل، نطلب مواطنين بنصر اخوتنا الفلسطينيين في الملعب. رسالة من هذا المنبر إلى الأمة الفلسطينية، نحن نقول لكم نحن معكم ظالما أو مظلوم، هذا هو شعارنا وهذا هو موقفنا إلى يوم. من الوجوه الرياضية في مدينة عنابة اليوم عرس كروي كبير في مدينة عنابة، كيفاش تصف لنا هذه الأجواء؟ والله الأجواء كما تشوفها أخويا جمال، جينا قدام 4:30 تشوف الشعب كاين، استاد معمر، الولاد يوجدونا في التيفو. ان شاء الله يكون عرس كروي ونفرحوا ان شاء الله، سواء ماركي فلسطين سواء ماركي الاتحاد، في زوج فرحانين ان شاء الله. فلسطين لن تسقط في الجزائر باذن الله، جامي وتقالش الكلمه دي اصلا بربي ان شاء الله. تحيه هنا تعاود تحيه هنا ان شاء الله فلسطين ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اجواء رائعه في ملعب 19 ماي 1954، مقابله بين اتحاد عنابه وفلسطين، المنتخب الفلسطيني الشقيق. راك فرح اليوم كي جاي تشارك في الفرحه دي؟ فرحان ياسر. واش تتوقع النتيجه؟ نتوقع تسمى واش كانت، المهم حنا فرحانين، ماركي فلسطين، احنا مع فلسطين، ماركي اتحاد عنابه، احنا مع اتحاد عنابه. رغم الاجواء البارده لكن حبيتوا انكم تشاركوا في هذا الحدث. أجواء أخوية، أجواء جميلة ما بين الإخوة، وإن شاء الله تعدي حفل وإن شاء الله نفرحوا به كل. عرس كروي اليوم هو عرس كروي إن شاء الله يا ربي مربوحة، وإن شاء الله يا ربي خاوتنا فلسطين النصر للشهداء إن شاء الله، ودي إن شاء الله. ربي يعمل كلمة. تحيا فلسطين ان شاء الله، ومصر تكون حره ان شاء الله ومستقله ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. ودك تجي ماتش اخوه وماتش مليح ونستمتعوا وعرس كروي مليح ان شاء الله. وتحيا فلسطين وتحيا الجزائر. نعم، تحيا فلسطين، فلسطين لن تسقط في الجزائر، هذا هو شعار كل جزائري يرفع هذا الشعار في هذه المباراه. زين نشوفوا معنا عبدو جديد. عبدو، المباراه تاع اليوم هو حفل كروي بين الجزائر وفلسطين، بين فلسطين الأبية التي لن تسقط في الجزائر، هو ضيف، هو عرس كروي تستقبله مدينة عنابة. ما رأيك في هذه الأجواء رغم برودة الطقس والأمطار، لكن الأنصار جو بكثرة؟ ان شاء الله تكون مباراة في المستوى، وخوا يعني انا دم واحد مع فلسطين، ان شاء الله لا فيكتوار لهم هم بيان سير هذه، وربي يرحم الشهداء ان شاء الله، وربي يفرج عليهم ان شاء الله. ربي يرحم الشهداء وربي ينصر القضية الفلسطينية وينصر اخواننا. معنا المناصر وسيم، ومناصر غني عن التاريخ. وسيم، كلمة في هذه المباراة. مرحبا بكم معنا في عنابة فلسطين في بلاد هذا، مرحبا به، تحيا فلسطين. مرحبا بخوتنا فلسطين هنا في عنابة في الجزائر الأخص، ان شاء الله مقابله تليق بحجم الفريقين ان شاء الله. العلم الجزائري مع العلم الفلسطيني. اولا سعداء جدا بوجودك معنا هنا في الجزائر، هو بلدكم الاول وبلدكم الثاني وبلدكم الابد. فلسطين لن تسقط في الجزائر، هذا هو شعار كل جزائري. عرس كروي كبير تستقبله مدينة عنابة، وش تعطينا رأيك في الأجواء؟ بارك الله فيك، تحية لك وتحية لكل متابعي قناة الشبكة الفضائية. تعرف أن فلسطين والجزائر لهما تاريخ مشترك من الجهاد والنضال والاستشهاد، فشمس الجزائر كانت ولا تزال تشرق على فلسطين، وقلب الجزائر كان ولا زال ينبض بحب فلسطين، وعين الجزائر كانت ولا تزال ساهرة على فلسطين. هذا اليوم في هذا العرس الكروي مكرمة أخرى تضاف إلى المكارم التي تقدمها الجزائر في سبيل دعم القضية الفلسطينية.
وخاصة في هذا المجال الرياضي. نحن نعلم أن الفريق الفدائي له أكثر من 3 أشهر لم يلتقي ولم يجتمع نظرا لظروف الحرب التي تعيشها غزة خصوصا وفلسطين على وجه العموم. ولا ننسى أن نذكر أنه في هذه الحرب فقدنا 50 لاعب من فريق كرة القدم، من فرق كرة القدم المحلية، و55 لاعبا و30 لاعبا في مختلف الرياضات الأخرى. معنى ذلك أن كل فلسطيني مستهدف حتى أولئك الرياضيين. اليوم طبعا جماهير عنابة الوفية دوما لكرة القدم ولفلسطين كذلك، إضافة إلى جماهير الكرة الجزائرية في كل مكان، اليوم جاءت لتشاركنا فرحتنا، تشاركنا هذا العرس، هذا الاحتفال، تشاركنا هذا التضامن الأخوي الصادق الذي دائما لا تبخل به الجزائر علينا. تحية لك مرة أخرى، وتحية أيضا لكل هذا الجمهور، وتحية للفريقين. نحن هنا لا غالب ولا مغلوب، وإنما هما فريقين لبلد واحد. لا غالب ولا مغلوب، فلسطين أولا فلسطين ثانيا، جزائر إلى الأبد. هذا هو شعار جزائري حر يرفع حب فلسطين في قلبه. نتمنى لكم إن شاء الله السلام والحرية، نتمنى لكم إن شاء الله النصر وعودة فلسطين إلى أرضها إن شاء الله. مدام إخواننا الأحرار الطيبين في أرض الثورة، أرض 1.5 مليون شهيد إلى جانبنا، فنقول نحن بخير ونطمئن، لأنه هذا ما بقي لنا. أهلنا في الجزائر الذين يقفون معنا دائما، وكما يعني نردد دائما كلمة الرئيس الراحل هواري بومدين: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. عاشت الجزائر، عاشت فلسطين، عاش تلاحم الشعبين الجزائري والفلسطيني. إن شاء الله. شكرا. ما الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.